هل فعلا مناطق الأنوثة عند البنات بتزيد من الأكل؟ وهل فعلا في أدوية بتزود مناطق الأنوثة عند البنات؟ هل فعلا في حل إن أنا أزود مناطق الأنوثة عندي بالأكل والتغذية والأكل اللي موجود عندي في البيت؟ في الفيديو ده هشرح لك كل حاجة عن زيادة الوزن عشان أعرفك الأكل اللي أنت هتاكليه يتوجه للمكان اللي أنت عايزة تزوديه، يعني أيا كان المكان اللي أنت عايزة تزوديه في جسمك، الأكل اللي أنت هتاكليه المنطقة دي تستفيد منه وتزيد. انا عايزه اهتم بمناطق معينه جسمي يزودها، عايزه الزياده دي تروح لمناطق معينه وحافظ على شكل جسمي، بطني ما تزيدش، ازود مناطق الانوثه. وتاني يوم تبداي تشوفي، تاني يوم تالت يوم تالت اسبوع تبداي تشوفي نتيجه، تبدا المنطقه دي تقوى وتكبر وتبقى شكلها احسن بكتير. هل فعلا مناطق الأنوثة بتزيد من الأكل ولا بتزيد من التمرين، ولا هل في أدوية بتزود مناطق الأنوثة عند البنات؟ وإيه السر في زيادة الوزن مع الناس اللي بتتمرن معايا بالنسبة للبنات؟ إيه السر اللي أنا بعمله معاهم علشان يزود وزنهم 10 كيلو في شهرين وفي شهر ونص، وفي ناس بتوصل إن هي تزيد 10 كيلو في شهر؟ في الفيديو ده هقول لكم عن الأسرار اللي بعملها مع الناس اللي بتتمرن معايا عشان تزيدي في الوزن وتوصلي للجسم اللي انت بتحلمي بيه. ركزي معايا في الفيديو ده كويس علشان هتطلعي من الفيديو ده بمعلومات مهمة جدا لزيادة الوزن ولزيادة مناطق الأنوثة عند البنات. الأول كده خلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا. لازم نتأكد ان مفيش أي مشاكل صحية زي جرثومة المعدة، الديدان، أو أي بكتيريا في الجسم، لأن ده لو موجودين عندك مهما تعملي مش هتزيدي في الوزن، لأن دي حاجة بتحارب اللي انت بتعمليه. الاكل اللي انت بتاكليه هي بتحاربه وبتخلي جسمك ما يستفيدش منه. فلازم اول حاجه كده ان احنا نتاكد ان مفيش اي مشاكل زي جرثومه المعده، الديدان، او اي بكتيريا في المعده. طيب تاني خطوه خليني اشرح لك ازاي جسم البنت اصلا بيزيد، او ازاي جسم الانسان بيزيد في العموم او بيخس. اول حاجه جسمنا ده مكون من عناصر غذائيه، يعني الحركه اللي احنا بنعملها، الكلام اللي انا بتكلمه ده بيحرق سعرات حراريه اللي هي العناصر الغذائيه اللي احنا بناكلها. طيب هنفترض مثلا ان جسمك بيحرق 2000 سعره حراريه في اليوم. 2000 سعره حراريه، جسمك ده في الطبيعي الحركه، المشي، الدروس، اي جهد انت بتعمليه بيحرق معاكي 2000 سعره حراريه. طيب لو الاكل اللي انت اكلتيه عباره عن 1500 سعره حراريه بس، جسمك مش هيزيد. طيب لو هنفترض ان انت بتاخدي نفس ال 2000 اللي انت بتحرقيهم، جسمك هيفضل ثابت ومش هيزيد. طيب ازاي اعرف الاكل اللي انا باكله ده فيه نسبه سعرات حراريه عاليه او نسبه سعرات حراريه قليله؟ طبعا كده انت عرفتي ازاي جسمك بيزيد. لازم ناكل اكتر من احتياجنا اليومي. احنا احتياجنا اليومي لو يكن انت احتياجك 2000 سعره حراريه، لازم علشان ازيد اكون باكل اقل حاجه 2500 سعره او 3000 سعره. وتابعي معايا علشان اعرفك تعملي ده ازاي. بس قبل ما اقول لك تعملي ده ازاي، هل فعلا نوع الاكل اللي احنا بناكله بيفرق؟ يعني انا لو احتياجي اليومي 2500 سعره حراريه، هل ينفع اكلهم من اكل خارجي، او ينفع اكلهم من بسكوت، شيبسي، اندومي، الحاجات دي؟ هل فعلا لو انا اكلت ال 2000 سعره جسمي هيزيد؟ الاجابه جسمك هيزيد لو انت بتاكلي اكتر من احتياجك من الاكل الخارجي. بس في حاجه مهمه انت مش عايزاها هتحصل، زي ان جسمك هيزيد بطريقه مش حلوه. جسمك مش هيكون شكله احسن حاجه. انت لو انت عايزه تزودي مناطق الانوثه، عايزه تزودي منطقه معينه في جسمك، ده بيتم عن طريق ان انت بتمشي على نظام اكل صحي علشان جسمك ياخد الحاجات دي ويستفيد بيها. يعني لو انت بتاخدي ال 2500 سعره اللي المفروض يزودوكي من سكر واكل خارجي وشيبسي وحاجات موجوده بره، جسمك هيزيد، بس هيزيد بطريقه شكلها وحش. جسمك بطنك هتزيد، الدهون عندك هتكون بشكل زياده، مش هتوصلي للشيب اللي انت عايزاه. طيب اعمل ايه علشان استفيد واوصل للشيب الانثوي اللي انت نفسك فيه؟ هنا انا منظم لك كل حاجه هتعمليها علشان توصلي للجسم اللي انت عايزاه. اول حاجه عندنا في الاكل النشويات. لازم تهتمي باكل النشويات، لان النشويات هي المصدر الاساسي لزياده الوزن، بالذات عند البنات او عند الشباب. الكارب مهم جدا لزياده الوزن. طيب هل الكارب اللي انا هاكله ده هيزود لي المنطقه اللي انا عايزاها؟ طب هل الاكل ده هيزود لي المنطقه اللي انا عايزاها
بشكل معين ولا هيزودني في العموم؟ ده اللي انا هقوله لك في الفيديو. تابع معايا الفيديو للاخر عشان اعرفك ازاي الاكل اللي انت هتاكليه يتوجه للمكان اللي انت عايزه تزوديه. يعني ايا كان المكان اللي انت عايزه تزوديه في جسمك، الاكل اللي انت هتاكليه المنطقه دي تستفيد منه وتزيد. طيب النشويات دي زي ايه؟ زي البطاطا، البطاطس، الشوفان، الارز، العيش، كل دي مصادر نشويات لازم تخش في يومنا ونعتمدها بشكل كبير علشان جسمك يبدأ يزيد وشوف الزيادة حلو. تاني نوع معانا وهو البروتين. البروتين مهم جدا لبناء العضلات ولبناء الجسم بالعموم. كابتن انا مش عايز ازيد عضلات علشان ما يبقاش شكلي زي الشباب. اي جسم بنت لازم أن يكون فيه نسبة عضلات علشان يكون مشدود. لو جسمك عبارة عن دهون بس، جسمك هيبقى سايب ومش هيكون بالشكل اللي انت عايزاه ومش هيكون بالشيب اللي انت عايزاه. طيب بناء العضلات بيكون 50% الى 60% عند البنات عشان يديكي الشكل الانثوي. يعني بيكون 60% عضلات الى 50% عضلات، والباقي دهون وميه ومعادن علشان جسمك يكون مشدود ويكون شكلك حلو. البروتين مهم جدا في وجباتنا، لازم نحطه في الوجبات. البروتين زي ايه؟ زي السمك، التونه، اللحمه، صدور الدجاج، البيض. اي عنصر من العناصر دي ببدا اختارها وادخلها في النظام الغذائي بتاعي. ثالث حاجه الدهون الصحيه. الدهون الصحيه لازم تعتمد عليها في زياده الوزن. طيب اكل ايه في الدهون الصحيه؟ الدهون الصحيه كل جرام في الدهون الصحيه ازيد من البروتين والكرب 3 اضعاف. يعني لو اعتمدتي على الدهون الصحيه في نظامك الغذائي والكربوهيدرات والبروتينات، جسمك هيزيد زياده بشكل غير طبيعي وهتلاقي نفسك بتتطوري يوم بعد يوم. طيب الدهون الصحيه ده اكل ايه فيها؟ ممكن تجيبي فول سوداني من اي مكان وتاكليه عادي، ممكن تاخدي صفار البيض، ممكن تاخدي المكسرات، اي نوع من المكسرات، زبده الفول السوداني. العناصر دي، السمسم، العناصر دي لازم تخش في يومك كل يوم علشان جسمك ياخد احتياجه من السعرات الحراريه وجسمك يزيد. طيب اقسم الاكل ده ازاي؟ انت قلت لي كده عناصر غذائيه، بروتين والنشويات والدهون الصحيه. ازاي اقسم اليوم وازاي انظم وجباتي دي علشان ازيد؟ انت عندك اليوم مكون من 3 وجبات اساسيين. الفطار يكون فيهم الهرم الغذائي، البروتين، الكارب، الدهون الصحيه. الغداء نفس القصه. العشاء نفس القصه بس انواع بروتينات مختلفه. يعني انت عندك البيض في الفطار، الصدور في الغداء، وعندك مثلا الجبنه القريش، الالبان، الحاجات دي بنحطها في العشاء علشان تمد جسمنا بالطاقه لتاني يوم ويقدر جسمنا يستفيد بالعناصر دي. طيب يا كابتن انا دلوقتي احتياجي 2000 سعره حراريه وباكل 3000 او باكل 2000 ونص، في 500 زياده جسمي هيستخدمهم لزياده الوزن. انا مش عايز ال 500 دول جسمي ياخدهم يوزعهم، انا عايز اهتم بمناطق معينه جسمي يزودها. عايز الزياده دي تروح لمناطق معينه وحافظ على شكل جسمي، بطني ما تزيدش، ازود مناطق الانوثه. هنا دور التمرين، سواء تتمرني في البيت او تتمرني في الجيم، ده دور التمرين ان هو يوزع التغذيه على الجسم. لما بنتمرن النهارده، انت اتمرنتي شيست او اتمرنتي ليج او اتمرنتي اي عضله في جسمك بيبدأ يقول ان المكان ده حصل فيه ارهاق، فيبدأ ياخد الزيادة دي ويبدأ يعمل استشفاء للعضلة دي. وتاني يوم تبدأي تشوفي، تاني يوم، تالت يوم، تالت اسبوع تبدأي تشوفي نتيجة، تبدأ المنطقة دي تقوى وتكبر وتبقى شكلها احسن بكتير. وده هنشرحه لكم في فيديو كامل، ازاي تقسمي تمارين جسمك وازاي تتمرني وتوصلي للجسم اللي انت عايزاه. وطبعا لو انت عايزه توفري على نفسك كل ده، ان انت يكون معاكي نظام غذائي متفصل على هدفك ومشاكلك وحياتك انت، نظام تمرين متفصل عليكي من البيت او من الجيم، فيديوهات بتكون مشروحه بالكامل انا بكون مصورها لك وببعتها لك، بيكون معاكي فريق كامل بنات بيتابعك وبيطمن ان انت اتمرنتي صح ومشيت على النظام صح. خش دلوقتي اشتركي من الموقع، هتلاقيه في وصف الفيديو، او خش كلمينا على الرقم ده. هنحدد هدفك وناخد المشاكل اللي عندك، وزنك وطولك وسنك وطبيعة شغلك وطبيعة يومك، وبنبدأ نعمل لك نظام غذائي يناسب مشاكلك انت، وبنعمل لك متابعة طول اليوم علشان نوصلك للهدف اللي انت بتحلمي بيه. تستفيدي دلوقتي بخصم ال 50%. خش اشتركي علشان نوصل لأحسن نسخة منك. انا كابتن عزو، سلام.